تعالي بقى اقولك ازاي تعملي اقوى شامبو للسجاد يخلصك من اي بقعه فورا وانت واقفه مهما كانت صعوبته، وكمان هقولك ازاي تحلي اكبر مشكله بتقابلك في السجاد بالمساحه دي. تابع الفيديو للنهايه وانا هثبت لك ان غسيل السجاد من هنا ورايح هيكون اسهل عندك من غسيل الهدوم. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يلا بينا بقى النهارده نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام، ونقوم بقى نشوف اللي ورانا. بقى الاسبوع يعني كده ايه، مش بعمل حاجه في البيت غير الشغل كله دلع كده، حاجات خفيفه كده. فيعني لقيت الشغل كده اتكركب عليا، وخصوصا كمان ان السجاده اللي انا هغسلها معاكم النهارده دي ما اتغسلتش عندي في العيد، وفيها كمان لون ابيض، فالدنيا يعني بايظه فيها كده، وبدات ان هي يبان عليها البقع والاتساخات. فقلت لا هغسلها بقى وهعمل لها اقوى شامبو خطير في ازاله البقع. هجيب كده الصابون البلدي ده، هبشر واحده كده زي ما احنا شايفين بالمنظر ده، وهنزل عليها كده بلتر من الميه المغليه، وكمان هضيف فنجان من كلوركس الالوان زيه من الفانيش، سواء كان الفانيش اللي عندك سائل او حبيبات مش هتفرق. اما بقى بالنسبه لان الفانيش والكلوركس علينا مش معانا، فالبدائل بتاعتهم بتبقى موجوده عند المنظفات، هم بيعملوها على ايديهم وبيبيعوها في اكياس. انا بجيبها من عندهم سايبه كده او سائل في اكياس، وبفضيها عندي في برطمانات او في ازاز وبستخدمها. هجيب بقى مسحوق غسيل وهضيف منه معلقتين، ويفضل كمان ان يكون اكتر من نوع عشان كل نوع فيهم بيتميز بحاجه معينه. هقلب بقى المكونات دي كلها مع بعضها، وهسيب الصابون يدوب كده في قلب الميه، وهروح اصلي الظهر. ولما صليت الظهر ورجعت لقيت المنظر ده، يعني كل الخلطه بتاعتي اتكتلت عادي خالص، ما تقلقيش. هو الصابون اول ما بيبرد بيبدا يتكتل زي ما احنا شايفين. واوعي تستخدمي الشامبو في الوقت ده لانك هتقعي في غلط كبير جدا هقولك عليه حالا. وتابعي معايا الفيديو للنهايه عشان اقولك ازاي تخلي غسيل السجاد سهل معاك، وازاي بمساحه السيراميك تحل ازمه كبيره جدا قبل ما تيجي تنشر السجاد. بصي بقى الخلطه بتاعتي لو انا استخدمتها على الوضع ده هتعمل معايا ايه. هبدا كده اخد حته بالمنظر ده، يعني انا قصده ان انا اوريكم لو انا استخدمته وهو متكتل كده ايه اللي هيجرى. اولا هيفضل متكتل كده زي ما هو، مش هيتفك خالص ومش هيدي معاك اي نتيجه، وخصوصا بقى في السجاد الشاك ده، فالحبيبات بتاعه الصابون دي هتتغلغل كده وتدخل جوه ما بين الشعر وبعضه بتاع السجاد الشاك، فهيكون صعب جدا ان انا اخرجها. لو انت بقى بتزهقي من غسيل السجاد عشان خاطر ان انت بتوطي، لو انت مثلا عندك مشاكل في ظهرك او كده، فالفكره دي جميله جدا. هي بصراحه مش فكرتي، انا شفتها على الفيسبوك وحبيت ان انا اجربها. هتجيبي اي كيسه عندك وهتلفها كمان على الفرشه بتاعه غسيل السيراميك او غسيل البلاط ده، وبعد كده هيكون سهل معاكي جدا انها تتحرك على السجاد. بالنسبه بقى للصابون المتكتل اللي انا حطيته على السجاده دي، انا هفضل ادعك كده فيها بالمنظر ده بالفرشه، هحاول ان انا افركه واتخلص منه، بس طبعا صعب جدا ان انا اخلص منه يعني. فانا غسلت السجاده بتاعتي، وبعد ما نشفت خالص تماما قبل ما انشرها نفضتها كويس جدا، فكل الحبوب اللي موجوده من الصابون دي خرجت من السجاده. عشان كده بقول لك لو انت عملتي الصابون السائل او الشامبو بتاع السجاد ده ما تستخدموهوش وهو متكتل كده، لان طبعا لو اتبقى مني شويه مثلا او انا عملته فضلت شويه على ما استخدمه هيبدا يتكتل ويبقى كله كتله واحده. وعشان احل الازمه دي فانا بعمل ايه، بجيب بقى الصابون زي ما احنا شفنا كده ده في حله او في اي حاجه، وبولع عليه دقيقتين على النار. بصي في الوقت ده انا كنت سبته دقيقه واحده بس، فما كانش كله فك، يعني كان فيه كتل بسيطه كده من البشر بتاع الصابون. مهما ادعك فيه بالفرشه كده واحاول افكه مش بيتفك، وبيفضل زي ما هو كده زي ما احنا شايفين كده. عشان كده رجعت الخلطه بتاعتي على البوتاجاز تاني لمده دقيقه ونص كده، فكت خالص وبقت زي الصابون السائل ما فيش فيها اي بشر من الصابون. خلاص بقى في الوقت ده هجيب الخلطه بتاعتي واوزع كده على البقع الصعبه اللي موجوده في السجاده، وهديها كده دعكه بالفرشه لمده دقيقه كده، واسيبها كمان 5-6 دقائق كده على السجاده لحد ما السجاده تشرب كل الخلطه دي. وبعد كده هرجع اجيب اللي اتبقى معايا من الصابون السائل ازوده بميه، وهبدا ان انا اوزعه على السجاده كلها. بصي عاوزه اقول لك ان الحله والمعلقه السيليكون دي والحاجات دي، وحتى المبشره اللي انا استخدمتها، كل ده انا مخصصاه للوصفات اللي زي دي. عاوزه اقول لك بقى ان انا استغنيت عن كل المعالق السيليكون اللي عندي، مش بستخدمها في التقليب في النار خالص في اي حله، سواء كانت سيراميك او تيفال او اي نوع من الانواع دي، لانها سمعت فيديو عنها ان هي من مسببات السرطان. واللي اكد لي الموضوع ده ان انا مثلا لو بقلب مثلا شعريه او حاجه في الحله وسبت كده المعلقه في قلب الزيت، برجع الاقيها عملت رغاوي كتير قوي كده في قلب الحله. فانا كنت يعني الفكر بيراودني كده ان انا مثلا استخدمها في الحله في التقليب عشان ما اخربش الحلل بتاعتي، بس ان انا مش هسيبها في قلب الوصفه او في الحله وهي موجوده على النار. ورجعت بقى قلت لا يعني بلاها خالص، استغنى عنها طالما هي ممكن تسبب لا قدر الله اذى او مرض، فلا بلاشها خالص. انا هستبدلها بالمعالق الخشب. عشان كده يعني خليتها لاي حاجه تانية، مثلا وصفه زي دي بستخدمها فيها، هقلب بها مكونات بعيد على النار، هستخدمها يعني في اي حاجه ما تخليهاش تتفاعل مع النار عشان لا قدر الله
وما تسببش اي اذى. هنا بقى انا كنت وزعت كل الصابون السائل او الشامبو بتاع السجاده اللي احنا عملناه مع بعض على السجاده كلها، وببدا ان انا اغسلها زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بعد ما كنت سبتها كده لمده 5-6 دقائق كده لحد ما السجاده شربت كل الخلطه اللي انا عملتها ديت. وكمان كنت كمان يعني بعد ما وزعتها على السجاده اديت لها دعكه بسيطه كده وسبتها بقى 5-6 دقائق. بعد كده بقى رجعت دعكتها دعكه حلوه كده محترمه، وطبعا ما حسيتش باي تعب ولا ارهاق، لان بصراحه يعني انا بشكر الست صاحبه الفكره بتاعت ان احنا نحط الاكياس على الفرشه بالشكل ده. فعلا يعني انقذتني من ان انا بجيب الفرشه الصغيره دي واقعد بقى واوطي كده وظهري يوجعني، ويعني بحس ان غسيل السجاد بيكون تقيل على قلبي جدا، انما وانا واقفه بالشكل ده مش بحس باي ارهاق ولا اي تعب. انا ليه استخدمت الكلوركس الالوان مكان الكلوركس الجل؟ مع ان انا عندي لون ابيض في السجاده ممكن الكلوركس الجل ينضفه كويس، فانا هقولك ان هو هينضف كل حاجه بس هيخلي الالوان بتاعت السجاده تبهت. فانا مش عاوزه الالوان تكون باهته، انا عاوزه اللون يكون صريح زي ما هو والسجاده بتاعتي تنضف في نفس الوقت. عشان كده هستخدم الكلوركس الالوان هينضف الابيض والالوان، وكمان هستخدم معاه الفانيش. بالنسبه بقى للصابون الابيض فهو جميل جدا وقوي جدا خصوصا على الالوان البيضاء، يعني بصراحه بيزيل اي بقع لان فيه بوتاس وفي كمان مواد تانية يعني قويه جدا على البقع. انا ليه ما استخدمتش ملح ليمون وكربوناته؟ ممكن انت تستخدميه بس طبعا انا بخاف ان هو يتفاعل مع المواد الكيميائيه الموجوده في بقيه المكونات اللي في الوصف. هو بصراحه يعني المكونات اللي انا حطيتها دي كفايه جدا انها تقضي على اي بقعه. بالنسبه بقى لمسحوق الغسيل بتاع الهدوم اللي انا قلت لك استخدمي اكتر من نوع. ليه انا بستخدم اكتر من نوع؟ لان كل نوع فيهم بيبقى فيه ميزه معينه. ممكن مسحوق يكون ريحته كويسه، ممكن مسحوق تاني يكون مكوناته تكون قويه على البقعه، وممكن مسحوق تاني يخلي الالوان كده مزهزهه. عشان كده بقى انا بحب ان انا اجمع ما بين يعني انواع كتيره من مسحوق الغسيل في الخلطه بتاعتي. بص بقى عايزه اقول لك ان الوصفه دي استخدميها مش بس للسجاد، حتى للهدوم مع دوره الغسيل كده حط معلقه او 2 انسي اي بقعه في الهدوم. عايزه اقول لك بقى في الوقت ده انا كنت دعكت السجاده كده بدل المره 2، وبرده بشطفها بدل المره 2، لان الشطف ده عليه عامل مهم جدا ان السجاده بتاعتي تكون نظيفه، لان طبعا لو نشفت كده وفيها ميه متوسخه بتحس ان هي مسبوغه كده ومش باين عليها النظافه. عايزه اقول لك في الوقت ده يعني لسه السجاده ما نشفتش ولسه كمان هشطفها تاني في الحمام، ومع ذلك برده باين عليها النظافه جدا. في الوقت ده بقى انا كنت برتاح شويه. ربنا يخلي لي بناتي يا رب ما شاء الله اللهم بارك، كل واحده فيهم بقى اللي ماسكه مساحه واللي ماسكه الفرشه كده وبيساعدوني. اللي ساعدني بقى ان انا اشطف السجاد كويس هو المساحه الزرقاء ديت اللي انا يعني الجلده بتاعتها مقلوعه من ايام ما كنت بغسل السجاد في تنظيفات العيد، فهي بتسهل عليا كويس جدا ان انا انضف السجاد او اشطفه. بصي بقى في هنا حركه يعني هتسهل معايا جدا 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 ان انا اشيل السجاده واشطفها. بصي يا ستي هتجيبي بقى المساحه وهبرم عليها وهلف عليها السجاده بالشكل ده. طب انا استفدت ايه من الحكايه دي؟ استفدت حاجتين. اول حاجه واهم حاجه بالنسبه لي هو ان السجاده دي 2 في 3 فطولها طويل جدا، فيعني كون ان انا اوقفها كده عشان اشطفها بتبدا كده من النص تتكسر كده وتنتني 2، فانا مش هعرف ان انا اشطفها كويس. لكن لما لفيت السجاده على العصايه بتاعه المساحه فالسجاده واقفه معايا صريحه كده ومستقيمه، اقدر ان انا اشطفها كويس وادخل الميه فيها من جوه. بصي عاوزه اقول لك ان انا ما اكتفيتش كمان من ان انا اشطفها كده بالشطاف، لا انا طلعت كده فوق كرسي وجبت كمان ميه بالشفشه وبدات ان انا اكب الميه كده داخل السجاده كتير جدا طبعا عشان خاطر ان انا اشطفها كويس، اي ميه متوسخه جواها اي وساخه ما تنزل من السجاده، بحيث ان السجاده كده تكون نظيفه ورايقه معايا ما يكونش فيها يعني احس انها مسبوغه كده او اللون الابيض بتاعها مش زاهي. وكذلك برده السجاده المدوره دي صعب جدا انها تقف معايا بالشكل ده، وخصوصا ان حجمها صغير، لكن طبعا لما انا لفيتها على مساحه وقفت معايا مستقيمه جدا وسهل بالنسبه لي ان انا اشطفها كويس من بره ومن جوه. بصي بقى تاني حاجه بالنسبه لي ان المساحه دي بمثابه قاعده كده رافعه السجاده من على الارض، فاي ميه متوسخه مش هتفضل لازقه في السجاده من تحت، لا ده هتنزل من تحت المساحه. طبعا المساحه بتاعتي السجاده كانت تقيله جدا عليها فبدات ان هي من الجنب تتكسر كده. بصوا بقى على السجاده بعد ما اتشطفت مره و2 وسبتها كده صفت ميتها طول الليل، والصبح نشرتها على السور زي ما احنا شايفين. اللون الابيض صريح جدا وناصع، وكمان اللون الزيت التاني ده واللون الجراي الالوان ثابته جدا، يعني ما حصلهاش اي بهتان كده من المواد اللي انا استخدمتها او غسلت بها السجاده. وحقيقي يا بنات بدون اي مبالغه السجاده رجعت جديده جدا كاني لسه شارياها، وكمان نضفت اكتر ما كنت بوديها المغسله وبجيبها، يعني ما كانتش بتبقى نظيفه بالشكل ده. بالنسبه لاخواتي وحبايبي اللي بيسالوني عملت ايه في التحاليل، الحمد لله التحاليل طلعت كويسه، يعني وظائف الكبد والكلى والسكر وكمان الغده كل حاجه تمام الحمد لله. يعني مع اني كنت اتمنى اعرف ايه سبب ارتفاع كهربة القلب، بس يعني الحمد لله مفيش اي حاجه الحمد لله، هي بس نسبه انيميا
طبعا بما اني يعني بدات دايت وكده فنسبه الانيميا علت عندي. انا بصراحه ما كنتش مهتمه يعني بالفيتامينات، فهبدا اخدها ان شاء الله وهعالج الانيميا. بالنسبه بقى لكهربه القلب فانا لسه مش عارفه السبب ايه. هو دكتور القلب يعني اخر مره كنت عنده كان بيرجح بنسبه كبيره ان هي تكون بسبب الاعصاب. بجد ربنا يخليكم ليا والف شكر على سؤالكم عني. ربنا يخليكم ليا يا اجمل اخوات في الدنيا. انا مش هقول عليكم متابعين، لا انتوا اخوات، بحبكم في الله.